يا مساء الفل، اهلا بكم في فيديو جديد من اسلوب حياه. معاكم رشا. النهارده هتكلم معاكم عن الغضب. اوقات كتيره بلاقي الكومنتات في الفيس او في اي سوشيال ميديا عموما ان الامهات بيشتكوا ان انا بتنرفز على العيال، بضربهم، وفي الاخر هي بتندم جدا. فتنرفزت بشكل عصبي، الفاظ خرجت منها، معرفتش تتحكم في انفعالاتها فضربتهم وهكذا، وبترجع تندم. او زوج يعني حصل حوار بينه وبين مراته وتنرفز جدا، فخرج الحوار عن النطاق فتنرفز، فحصلت مشاكل كتيره انه بسبب ان هو معرفش يضبط انفعالاته. اوقات كتيره بنقول لا هو قدامي نرفزني، العيال نرفزوني، جوزي نرفزني، هو السبب. طيب هنيجي لنفس الشخص اللي بيقول الكلام ده ان عيالي هم السبب، او مراتي هي السبب ان هي نرفزتني. نيجي نبص للشخص نفسه في مواقف تانية، زي مثلا في الشغل. هنلاقي في الشغل المدير غلس، المدير نرفزه جدا، كلام وحوار يعني ينرفز اللي ما يتنرفزش، ورغم ذلك في نفس الموقف والراجل ده هو عرف يضبط انفعالاته. او الزوجة اللي بتقول هم العيال السبب، هم اللي نرفزوني، هنلاقيها في مواقف تانية لو هي في الشغل بتعرف تنضبط انفعالاتها كويس، بتتحكم في انفعالاتها كويس. مثلا مع جوزها تلاقيه يعني ممكن جوزها نرفزها ما طشتوش بالقلم زي ما بتعمل مع عيالها، او جوزها نرفزها ما عملتش اللي بتعمله مع عيالها. ففي مواقف كتيرة كل حد كده فينا يفكر ايه في موقف معين انا عرفت اضبط انفعالاتي كويس جدا. فانا هنفتكر كده مع بعض، نرجع هنلاقي انا في مواقف انا عرفت اضبط انفعالاتي فيها كويس. فالمشكله مش في اللي قدامي عرف هو نرفزني او ما نرفزنيش او هو السبب في نرفزتي، لا، انا في المواقف دي ما عرفتش اضبط انفعالاتي. وفي الاغلب بيكون انا مش بعرف اتحكم في انفعالاتي في الناس اللي سلطتهم اقل مني. يعني انا لو كأم مش بعرف اتحكم في انفعالاتي مع عيالي، ليه؟ انا سلطتي اكبر. مع في الزوج والزوجه تلاقي الزوج مع مراته مش بيعرف يضبط انفعالاته، لكن بره مع اصحابه في دايره الشغل بيعرف يتحكم في انفعالاته كويس جدا. فهي الاغلب انا مش بضبط انفعالاتي مع الناس اللي سلطتها معايا اقل، سلطتها اقل مني، دي ساعتها بنفعل جدا فيهم. المشكله هنا في التوقعات الغلط. اوقات كتير بتوقع ان انا لما اعمل كده مع العيال فانا هلاقي انضباط احسن، تصرفات احسن، يسمعوا كلام اكتر لما ازعق ولما يعني انفعل ولما اضربهم، ولما اتوقع ان انا ده هلاقي نتيجه احسن. او مع زوج يقول لك لا انا بص انا يعني ايه لما اعمل كده معاها هتتربى، يعني انا هربيها، او هي هتتلم، او هي هيتعدل سلوكها، فانا لما اهينها واقلل منها. او لما الزوجه مثلا تتريق على زوجها قدام الاهل قدام الاصحاب فتقول لا 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 انا عشان كده عايزه احط له حد. الاهانات وتقليل من قدامي وتقليل قيمته اللي قدامي واهانته بالذات في الدايره القريبه جدا، بكون متوقع ان هلاقي نتيجه كويسه، بس للاسف انا بلاقي نتيجه العكس. فانا استحاله اكون مقدمه اهانه وتقليل من قدامي واقلل منه والاقي احترام ومحبه، استحاله. يعني الحكايه مش بتيجي كده بالطريقه دي خالص. فدي توقعات غلط نتيجه افعال. طب نيجي للحاجه بقى المهمه، طب انا اعمل ايه في انفعالاتي؟ ازاي اكون بسيطر على انفعالاتي في الدايره القريبه مع اولادي مع جوزي؟ يعني ايه اللي اعمله؟ انا بكون متنرفزه جدا، اعمل ايه وقت انا اكون متعصبه جدا؟ اول حاجه انا لو عايزه ازعق او عايزه اصرخ موصوله جدا، ممكن ادخل اوضتي وامسك مخده كده واصرخ فيها. عايزه اضرب حد، ايدي بقى بتاكلني، عايزه اضرب حد، امسك مخده واقعد اضربها، مش هيحصل لها حاجه المخده. عايزه اتكلم واقول كل حاجه انفعالات جوايا، امسك ورقه وقلم واكتب كل حاجه جوايا، صح غلط اهانات اي حاجه تيجي اطلعها في ورقه. انا كده بصفي نفسي، بصفي ذهني، مش هيحصل حاجه. حتى لو قلت لو عايزه اقول اهانه او اطلعها كده كلها قدامي. انا لما بعمل كده بطلع كده مشاعري واعبر عنها حته حته. انا بتعلم ازاي اكون بدور مشاعري، انا اللي متمكنه فيها، انا المتحكمه فيها،
مش هي المتحكمه فيا. انا لما بعمل الحته دي واطلع مشاعري بطريقه صح كده بعيد، انا بشوف هو انا لو عملت الخطوات دي وعرفت اعبر عن مشاعري بطريقه صح، انا كاني كده بتدرب. اول حاجه انا لازم اكون بفكر في موقف او في حاجه انا عرفت اضبط انفعالاتي بيها. دي كانها عارفين زي كاني واحد غرقان في بحر بيعوم، بحر كبير فيه كميه عواصف وكميه حاجات كتيره، والاقي خشبه، فالخشبه دي مسكها وقعد يكمل بيها عوم. دي هي الخشبه دي، هو الموقف اللي انا هفكر فيه. انا فين عرفت اضبط انفعالاتي، فين عرفت اتحكم في انفعالاتي. فانا هقول لنفسي لا يا رشا، انت في الموقف الفلاني عرفتي تعملي الحته دي، فانت قادره في كل المواقف تمشي فيها تعملي كده. كأن كل شويه انا وسط ما انا بسبح في تيار العالم كده، وبسبح في الحياه والعواصف بتاعتها، انا بمسك في الخشبه الحته اللي انا عرفت امسك انفعالاتي، اضبط نفسي بالطريقه دي. وفي نفس الوقت انا في السكه بحاول ادرب نفسي ان انا اعبر عن مشاعري. اعبر، كلنا بنغضب، بس الحكيم قال ايه؟ الحكيم قال اغضبوا ولا تخطئوا. فانا هغضب بس هطلع غضبي بطريقه صح، بطريقه ما تاذيش اللي حواليا، بطريقه ما تكسرش اللي حواليا. ان عواقب الكسر اللي انا بعمله في الدايره القريبه ليا دي عواقبها وخيمه جدا. فانا في السكه انا بتعلم ان انا اعبر عن مشاعري صح. حته حته هلاقي نفسي انا من جوايا انا بتطور، انا بكبر، انا بعبر عن نفسي، انا بتحكم في انفعالاتي. انا مش بقول كلمه وبقول الفاظ وبقول حاجه وفي الاخر برجع اندم على التصرفات انا بتصرفها. يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو. لو انت استفدتي باي معلومه ممكن تشيروا الفيديو مع اي حد بيعاني من الغضب. يا رب كده يكون الفيديو حتى لو سبب لكم اي استفاده حتى لو صغيره. لو انتم مش مفعلين زر الجرس على كلمه الاول، فعلوا زر الجرس على كلمه الاول عشان اي فيديو بينزل في القناه يكون بتوصلكم اشعار بيه. اشوفكم فيديو جديد من اسلوب حياه. ربنا معاكم.